تم البدر بدري والايام بتجري، تم البدر بدري والايام بتجري. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 بجد، وحشتوني جدا. وحشني بقى التصوير معاكم، اللي انا اشارككم كده اليوم بتاعي، او اشارككم الحاجة اللي انا بعملها بجد. يعني انا كنت مفتقداكم جدا، ومفتقدة بقى التصوير والحاجات دي. بس والله غصب عني بجد. فعايزاكم بقى تشجعوني كتير، وتحطوا لايكات على الفيديو ده. وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود عليكم وعلينا الأيام بالخير يا رب. وبجد يعني بصوا بقى الفيديو ده، يعني شوية زعلانة وشوية فرحانة. طب ليه زعلانة يا أماني؟ وازاي فرحانة؟ زعلانة طبعا عشان خاطر خلاص رمضان خلص. خلاص بقى كل سنة وانتم طيبين، خلاص يعني. بكرة الوقفة بتاعة العيد، وبعد بكرة أول يوم العيد. فطبعا خلاص بقى يعني رمضان خلص خلاص يا جماعة. وبصوا يعني هو يعني رمضان طار بمعنى كلمة طار كده. الأيام بتاعته ما حسناش بيها خالص بجد يعني. من السنين يعني كل سنة نقول احنا ما حسناش برمضان، عشان بيبقى عايزين يطول أكتر من كده. ويا ريت يبقى كل السنة كلها رمضان. بس بجد السنة دي بجد ما بقاش في حاجة فيها بركة خالص. الأيام جريت بسرعة وما حسناش فعلا يعني بيه بجد. وأنا بشيل أصلا الزينة بتاعت رمضان وكده من الشقة. كنت حاسة ان انا يعني ايه ده، انا ما لحقتش ان انا افرح بيها اصلا. أنا كنت حاسه ان انا لسه امبارح كنت لسه معلقاها. بجد الواحد زعلان جدا وفرحانه في نفس الوقت، عشان العيد بقى واجواء العيد وتكبيرات العيد. وان شاء الله هشارككم كل الحاجات الحلوه دي، ونقضي كده العيد مع بعض. وده مش اول عيد لينا مع بعض، يا رب دايما العمر كله مع بعض كده، نبقى دايما اخوات مع بعضنا. وتكونوا دايما في حياتي يا رب، اللهم امين. طبعا بنعمل بقى الكحك والبسكوت بقى وهنعمل بقى القراقيش، وهنعمل كوكيز. وبصوا هظبطكم، يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا بدأت في اول حاجه خالص شفتوها معايا البسكوت. بصراحه ربنا ما لحقتش الا انا اصور لكم ولا البسكوت ولا الكحك، لان احنا كنا بصوا متدربكين. انا كنت طبعا بعمل يعني مع اختي وكده. فكنا احنا بنعمل احنا الاتنين، بتعمل ليها وانا بعمل ليا. فطبعا كان بقى معانا الاولاد بقى على بعضهم كده مع بعض. فمش عايزه اقول لكم بقى كانوا مروقين علينا. فالحمد لله يعني اللي احنا قدرنا نخلص، وقدرنا اللي احنا في نفس الوقت ايه ناخد بالنا منهم، عشان يعني انتوا عارفين بقى الاطفال وكده يعني بيحبوا المصايب. وعلى طول بقى يعني بنصوت منهم. فالحمد لله اللي المهمة تمت بنجاح. هنا بقى كنا بنعجن عجينة القراقيش. قلت لا لازم اصورها لكم بقى، مش كل حاجة هعملها مع نفسي كده من غير تصوير، لازم اشارك حبايبي واشارك اخواتي وعيلتي التانية. فحطوا اللايك زي ما قلت لكم، واللي ما اشتركش في القناه اشتركوا تحت في القناه من كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، وفعلوا زرار الجرس اللي جنبها على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات. الفتره اللي جايه ان شاء الله نعمل حاجات حلوه كتير. انا وعدتكم الفتره اللي فاتت اللي انا هنزل لكم فيديوهات، بس زي ما قلت لكم والله غصب عني، وانتوا عارفين الوقت قصير جدا. فالحمد لله على كل شيء. هنا بقى احنا كنا عجننا عجينة القراقيش. طبعا المقادير بتاعتها انا هنزلها لكم ان شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين اهو، انا بوريكم اهو. احنا طبعا بنعمل عملنا كيلو، وهي عملت 2 كيلو. تمام. انا هنا كنت بوريكم المقادير. طبعا انا هنزل لكم المقادير على الشاشة. عايزين تعملوها بالطريقة دي طبعا. يعني انا المفروض كنت بدرت شوية في نزول الفيديو، احنا بصراحة كنا عاملينه بقالنا شوية. ما تأخرناش فيه يعني. بس انا اللي يعني نزلته متأخر شوية ليكم، معلش اعذروني بقى. انتوا عارفين يا دوبك لحقت الم الشقة. كان نفسي برضه اشارككم معايا الفيديو بتاع التنظيفات وكده. بجد عملت تنظيفات عميقة جدا. بس ان شاء الله هعمل لكم جولة كده في الشقة ان شاء الله كده بعد الفرش. وان شاء الله لازم اشارككم برضو يعني الجولة بتاعتنا كده في الشقة.
يمكن تاخدوا أفكار أو تاخدوا فكرة عن حاجة أو كده. فبجد يعني الأيام كانت زنقة جدًا، فما لحقتش إن أنا أصور لكم بصراحة الحاجات دي، وأنتم عارفين بقى الجو اليومين دول كان حَر شوية، فطبعًا الواحد عايز ينجز بقى ويبقى براحته كده وينجز على طول في الحاجة اللي بيعملها. طبعًا أنا هنا كنا بنعمل إحنا هنا كنا طبعًا بنعمل اللي هو الكيلو التاني منه أو ال2 كيلو، مش فاكرة أول مرة عملنا كيلو، تاني مرة عملنا 2 كيلو. آمم طبعًا زي ما قُلت لكم هاحط لكم المقادير على الشاشة. وطبعًا بُصّوا الحاجة طلعت بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بجد كانت الحاجة زي الفل وزي العسل وكانت طعمها تحفة. إحنا كنا بندوق كده والحاجة سخنة بقى، بُصّوا يا جماعة يعني مش هاقول لكم بقى، أنتم أكيد هتحسّوا باللي أنا باقوله. بجد كان وهي سخنة كده وطالعة من الفرن بقى وعمايل إيديكِ بتفرق جدًا، جدًا، خصوصًا إن بعد الأسعار الفظيعة اللي إحنا بنسمعها دي واللي موجودة في كل مكان. فبجد يعني لأ، فأنا قُلت لأ، أنا صراحة أول مرّة اللي أنا أعمل في البيت، فاللي شجّعتني أختي وقالت لي: "لأ، يالّا نعمل." وإيد على إيد تساعد. وبُصّوا بقى كنا بنعمل هي كانت بتعجن بصراحة وأنا كنت باساعدها، وبرضه كنت باتعلم منها في نفس الوقت. وكمان كنت بقى قاعدة على التسوية، أنا اللي كنت باسوي، سويت كل الكمية اللي إحنا عملناها دي. فبقى شجعوني كتير بقى وقولوا لي كده في الكومنتات اللي أنا شطورة. و وإن شاء الله هاعمل بقى حاجات من دي كتير وأعمل معجنات بقى في أيام عادية عادي يعني. بجد القراقيش دي بتبقى حلوة جدًا مع كوباية شاي كده أو كوباية شاي بلبن، بتبقى بُصّوا تحفة، تحفة، تحفة. عملنا بقى سادة كده منها وعملنا عملنا كده الشكل اللي هو القلب ده. هنعمل أشكال تانية كتير هنخترع كده ونشكل، بس القلب ده كان حلو أوي وبُصّوا كانت طالعة مقرمشة وطعمها تحفة. طبعًا حاطين بقى فيها شَمَر وسمسم وحاطين فيها baking powder وحاطين فيها نشا عشان طبعًا تطلع هشة كده ومقرمشة. و طبعًا الحاجات دي كلّها بقى وطبعًا الدقيق أهم حاجة، الدقيق يكون متعدد الأغراض أو متعدد الاستخدام. ويكون الدقيق نضيف ما يكونش دقيق سايب، أهم حاجة الدقيق وأهم حاجة اللي أنتِ تنخلي الدقيق كويس عشان الحاجة تطلع معاكِ مضبوطة. لمّا تبدئي الحاجة ببداية صح، بتطلع الحاجة معاكِ صح الصح، تطلع معاكِ زي الفل. تمام؟ فخلّينا متفقين على كده، في أي بقى معجنات لازم إن أنتِ تنخلي دقيق كويس ويكون أهم حاجة جودة الدقيق كويسة. طبعًا إحنا هنخلّص القراقيش اللي هي السادة وهنبتدي بقى نعمل برضه قراقيش بالعجوة وقراقيش بالملبن. بس أنا بصراحة ما عملتش لنفسي بالملبن، لإن إحنا مش بنحب الملبن بصراحة، بس هي عملت يعني شوية وكده عشان خاطر عيالها وجوزها. وهنا بقى زي ما أنتم شايفين كده خلّصنا الصاج أهو. إحنا كنا بنعمل في الصِّجان والصواني بتاعة البيت عادي جدًا وبنسوي في البيت في الفرن. فبُصّوا التسوية بقى كانت عاملة إزاي يا جماعة. هي حطِّت كده في القلب قالت لي إيه الاختراع ده بتاعها، حطِّت اسمه إيه اللهم صل على النبي. حطِّت البتاع ده اسمه إيه يا جماعة؟ مش عارفة الواحد بقى بينسى ليه كده. حطِّت السوداني. حطِّت كده واحدة في النُص كده تبقى تدّي منظر وفي نفس الوقت هتبقى طعمها حلو يعني. وشايفين بقى التسوية؟ بس قولوا لي بقى تسلم إيديكِ في التعليقات، لازم تقولوا لي تسلم إيديكِ في التعليقات وكل سنة وأنتِ طيبة يا أماني، يا شطورة. بُصّوا التسوية حلوة إزاي؟ ما فيش حاجة محروقة، ما فيش حاجة لازقة، الدنيا زي الفل وكُلّه تحت السيطرة. زي ما باورّيكم هنا كده. هنا بقى كُنّا بنفرد العجينة وكُنّا فاردين العجوة وعشان خاطر هنعمل ملفوفة. يعني تابعوا معايا الفيديو لغاية آخره وأنتم هتشوفوا بقى هنعمل إيه، عشان ما أحرقلكوش يعني إيه وأنا باقول لكم كده ولسه بنبتدئ نعمل. هنا كُنّا بنقطّع بقى كده هنقطّعها بقى كده عشان خاطر إيه، هنحُط العجوة فيها، نحُط العجوة في قلبها. طبعًا العجوة زي ما قُلت لكم إحنا كُنّا فاردينها. طبعًا بتفردوها بالنشّابة عادي، ماشي. عايزين تكوّروها تعملوها يعني إيه، رفيّعة كده بالطول صُباع كده صوابع رفيّعة، ممكن تعملي برضه كده،
تعمليها صوابع رفيعه وتبتدي ان انت تفردي العجينه وتحطيها وتبتدي تبرميها. ده لو انت هتعملي قراقيش بالعجوه اللي هي مبرومه وتحطي عليها سمسم، بس عشان احنا حاطين سمسم كتير في العجينه ذات نفسها فما كناش محتاجين نحط سمسم من على الوش يعني بصراحه، فقلنا استكفينا يعني بسمسم كده، ويعني قلنا احنا حاطين في العجينه كتير. حابه بقى ما تحطيش في العجينه، بس بصراحه السمسم في العجينه كانت طعمه تحفه بصراحه. عايزه تحطي مثلا شويه، تحطي شويه صغيرين من السمسم في العجن، وفي الاخر تبتدي اللي انت تنزلي بعد ما تعملي الشكل بتاعك، تبتدي اللي انت تغطسيه في قلب السمسم، فبيطلع كده بقى ايه بيطلع بقى بالسمسم كده بيبقى تحفه بالعجوه، بيبقى القراقيش فظيعة بجد يعني. اللي بيحب السمسم ماشي، اللي مش بيحبه بقى عادي يعملوا سادة زي كده. انا عملت شوية كده وشوية كده، وعملنا برضو مربعات كده زي ما انتم شايفين برضو سادة، عشان انا عندي بنتي روزي بتحب السادة، وبنتي التانية الصغنونة ايلين بتحب اللي هو ابو عجوة وبتحب السمسم وكده، فطبعا ايه عايزين نعمل كده وكده برضو عشان خاطر نراضي الجميع. لازم نعمل حاجة الأولاد يحبوها عشان ياكلوا كده وينبسطوا ان شاء الله، وربنا يجعله عيد مبارك على الجميع. هنا بقى كنا عاملين كده، قعدنا نعمل شوية تشكيلات كده ونلعب واحنا قاعدين، وبجد كنا فرحانين ومشغلين بقى الاغاني بتاعت العيد، وبجد كنا حاسين بقى بأجواء العيد كده وبالفرحة بتاعت زمان، أيام ما الواحد كده كان بيحط إيديه ويعمل بإيديه وكده. حاجات زمان دي بقى ما خلاص بقى فاتت، احنا اللي نهيناها يعني، بس بإيدينا اللي احنا نرجع الأجواء دي تاني ونعمل الحاجات دي في يعني بإيدينا تاني في البيت. وكفاية فرحة الأولاد، كانوا كل شوية رايحين جايين علينا هاتولنا قراقيش، هاتولنا بسكوت، هاتولنا مش عارفة ايه، فكانوا بيدوقوا كده والحاجة لسه طالعة من الفرن وكانوا فرحانين جدا، وسايبينهم بقى يلعبوا كده ومشغلين أغاني ويرقصوا، واحنا بقى ايه قلنا نعمل نخلص الحاجات دي كلها. عملنا بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده، برضو الشكل ده جديد جدا وحلو قوي بجد يعني، حلو قوي في التقديم وحلو قوي في الفينيش النهائي. بتعمليها كده دايرة وبتقسمي الدايرة نصين، الدايرة بتعمل معاكي فيونكتين زي ما انتم شايفين الفيونكات القمر دي. حلوة كده، طبعا على حسب الدايرة انت بتعمليها، لو كبيرة هيطلع معاكي الحجم بتاع الفيونكة كبير، لو الدايرة صغيرة هيطلع معاكي الحجم صغير. وخلاص كده، وطبعا شفتوا التسوية. هنا بقى كنا بنعمل الكوكيز، بجد يعني انا من عاشقة الكوكيز جدا، وكنت دايما بشتريه من بره يعني في الايام العادية او في العيد بشتريه، بس بصراحة غلي قوي الكيلو، مش عارفة عامل 160 او تقريبا يعني، ف بجد غلي جدا يعني، حرام حرام الاسعار دي يا جماعة بجد. فقلنا نعمله بقى في البيت. طبعا اختي بتعمله على طول وكده، فهي كانت عارفة برضو المقادير بتاعته فعملناه، وكنت برضو زي ما قلت لكم كده بتعلم وفي نفس الوقت يعني ايه بنعمل حاجة بايدينا كده بحب وبنظافة، غاسلين بقى ايدينا وبنعمل حاجة كده بتأني كده وبدقة. فعارفين يعني لما بتعملي حاجة بإيدك انتي بحب وباهتمام بتلاقيها زي الفل وطلعت معاكي، بصوا الطعم بيبقى مختلف بجد، يكفي بس اللي بتتعمل بإيديكي وحاجة نظيفة وفي البيت. طبعا اللي انتوا شايفينه ده احنا عملنا، ضربنا بالمضرب كوبايتين سكر على كوبايتين سمنة. سمنة يا اماني في الكوكيز سمنة، وبعد كده بتضربيها قوي جامد بالمضرب وتبتدي تعمليها كريمة. عايزة بقى تضربيها بالمضرب اليدوي عادي، بالكهرباء عادي، زي ما انت محبة، تضربي كويس لغاية اما تتعمل السمك بتاعها يبقى زي السمك الكريمي، وتبتدي تنزلي عليها بكيس بيكنج باودر، وتنزلي عليها بالنشا. طبعا اللي انتوا شايفينه ده بقى نزلنا بالخليط اللي احنا عملناه على الدقيق، طبعا زي ما قلت لكم برضو اي دقيق احنا بنشتغل بيه معجنات بننخله كويس. فحطينا بقى الخليط على الدقيق ده، وهنا بقى طبعا قسمنا العجينة. هنعمل شوية بالكاكاو او شوكولاتة زي ما بتقولوا يعني، وشوية عادي ابيض، يبقى اللي هو الكوكيز الابيض. انتوا عارفين بيتباع بره يا كوكيز ابيض يا كوكيز بالشوكولاتة، ده بيتعمل بالكاكاو. حطينا زي ما انتم شايفين كده كاكاو، وحطينا حوالي 3 معالق، وابتدينا ننزل ب
اللي انتوا شايفينه ده اللي هي الزبدة. طبعا ابتدينا نعمل بالزبدة. طبعا هو معروف الكوكيز بيتعمل بالزبدة مش بيتعمل بالسمنة، بس احنا عملنا الخليط بالسمنة وعملنا وفركنا كده او يعني بنعجن العجينة بالزبدة. تمام. فطبعا انت كده عملتي بالسمنه وبالزبده، ده يساعد ده عشان انتوا عارفين طبعا الزبده بتبقى غاليه وكده، فده بيساعد ده. طبعا الحاجات دي بتاخد كميه سمنه او زبده كتير على حسب ما انت بتستعملي، تاخد بطريقه يعني فظيعه، يعني بتاخد كتير. فاحسن لك اللي انت مثلا ايه تخلطي تعملي من ده ومن ده. وعملنا على فكره المعجنات دي عاملين برضو مدخلين فيها سمنه بلدي. تمام. فكده وكده، فعشان كده الحاجة طلعت بصوا مخدومة وطلعت حلوة جدا. أهم حاجة العجن، أهم حاجة العجن، واللي انتي تخدمي حاجتك هتطلع جميلة جدا وأحلى من اللي بره بكتير. هنا بقى عجننا كويس ودخلنا كده الزبدة في قلب العجينة كده كلها. وهنا جينا نعمل بقى كده. طبعا عملنا كور كور، وابتدينا كور طبعا على قد الحجم اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير براحتك. احنا عملنا شويه كده بس شويه صغيرين من الكبير. وابتدينا اللي احنا اللي لقيناه اللي هو نفش في التسويه، فخلي بالك الابيض ده بينفش، فحاولي ان انت تصغريه. اما البني ما بينفش قوي، يعني بيفضل على حجمه. تمام. هنا بقى احنا كنا طبعا حطينا بقى الكور دي وابتدينا يعني نطبطب كده عليها بالراحة، بس ما يكونش السمك بتاعها يكون رفيع، يكون ايه في الوسط كده. وابتدينا نزلنا عليها بالشوكولاتة الصغننة دي، وكنا بقى فرحانين كده واحنا بنحط. بصراحة بصوا يعني الأجواء جميلة مش عايزة أوصف لكم بقى. هنا بقى كنا برضو بنعمل اللي هو أبو شوكولاتة. برضو أهو زي ما انتم شايفين كده. بنعمله كور كور كده احجام متساويه زي بعضها، ونبتدي كده نطبطب عليها، ونبتدي بقى نحط الشوكولاته الصغننه عليها. بس هنا بقى ابتدينا اللي احنا نحط ايه، عشان ده طبعا اللي هو الغامق ده مش بيبان في التسويه. فبتحطي واحده من اللي هو الكوكيز الابيض اللي احنا عملناه، بحيث اللي الفاتح ده بيبان فيه التسويه. بتبتدي تدخليه على درجة طبعا حرارة عالية، بتبقي طبعا فاتحة الفرن. احنا عشان كنا مسويين حاجات قبل كده فكان كده كده الفرن سخن، يعني زي ما انتم شايفين التسوية كانت زي الفل. هوريكم دلوقتي قد ايه هش وقد ايه بصوا طعمه بجد كان تحفة تحفة بجد والله العظيم. جربوه في البيت مش هتندموا ولا هتخسروا حاجة. جربوا. كيلو دقيق، انا عملت شوية دول بكيلو دقيق، بصوا رموا معايا جدا، يعني كنت مستقلية كيلو بس بجد رمى معايا كتير جدا جدا، يعني ما شاء الله. وكان حلو. ان شاء الله هنكرر التجربة دي تاني وهنعمله تاني، لان احنا بجد بنعشقه وعجب الاولاد جدا. وزي ما انتم شايفين برضو الابيض اهو، الابيض طلع كبير شوية عشان احنا ده اول حاجة عملناها، فعملنا الكور يعني شوية اكبر شوية في الحجم. فطبعا لما دخلت في الفرن ساعة التسوية زي ما قلت لكم بتنفش شوية او بتفرد شوية، فخلوا بالكم يعني. ده اهم خطوة برضو في التسوية. وطبعا بتبتدي تبصي على تسوية الكوكيز من تحت، حتى برضو اي تسوية يعني بسكوت كحك اي حاجة بتشوفي التسوية من تحت، بتبتدي اللي انتي تطلعيه اول ما يبتدي يدي اللون الذهبي الحلو ده تعرفي اللي هو استوى معاكي. طبعا بتحطيه على الشبكة في النص وبتشغلي طبعا الفرن من تحت. واول ما يبتدي كده يدي على اللون الذهبي الحلو بتاعنا ده، تبتدي بقى اللي انت تطلعيه وتعرفي اللي هو استوى. كده خلاص الفيديو انتهى على كده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.